بلاي ستيشن اعلنت عن اهم ابديت موجود على البلاي ستيشن بورتال، وبعد الابديت ده كل حاجه اتغيرت في الكلاود ستريمينج والريموت بلاي، لان دلوقتي بقى في اكتر من 2000 جيم تقدر تلعبها على البلاي ستيشن بورتال بدون ما يكون عندك بلاي ستيشن اساسا. خلينا اقول لك التجربه بتاعتي مع الابديت الجديد، وخلينا نشوف كمان ايه الاوبشنز الجديده والتحسينات اللي عملتها بلاي ستيشن عشان تقدر تخلي الستريمينج اكسبيرينس بتاعتك افضل بكتير من الاول. اهلا بيكم. خليني اقول لك في الاول ان البلاي ستيشن بورتال من افضل الاجهزه اللي ممكن تاخد منها اكسبيرينس هاند هيلد، وده بيرجع لاهم حاجه موجوده وهي الهابتك فيدباكس اللي بتاخدها من حاجه زي الدول سنس كنترولر الموجوده انتجريتد مع البلاي ستيشن بورتال ده، فانت هتاخد نفس الفيلينج ونفس التحكم اللي متعودين عليه في البلاي ستيشن 5 في الجهاز اللي زي كده. يمكن في الاول خالص لما تم الاعلان على الجهاز نفسه بتقدر تعمل بس ريموت بلاي، وده بس كل اللي تقدر تعمله، ودي طبعا كانت حاجه ليميتد قوي، وكان ممكن تقدر تستخدم اي جهاز تاني سواء موبايلك او التابلت بتاعك ان انت تقدر تعمل كونكت على البلاي ستيشن بتاعك. وبعد كده نزلت بلاي ستيشن اللي هو كلاود ستريمنج اللي تقدر تعمل ستريم للجيمز الموجوده في لايبراري كانت تقريبا موجود فيها 200 300 جيم كنت تقدر تدخل عليها وتستخدمها، وكان لسه ما اشتغلش بشكل رسمي. اما دلوقتي لو انت جيت تفتح البلاي ستيشن بورتال بتاعك هتلاقيه طلب منك تحديث جديد. الواجهه زي ما هو واضح كده اتغيرت بالكامل، بقى عندك اول حاجه اللي هو الريموت بلاي، وبعد كده بقى عندك كلاود ستريمينج، وبعد كده كمان بقى عندك سيرش. السيرش دي تقدر تعمل سيرش على اي جيم عايزها، مثلا خلينا نعمل سيرش على جاد اوف وور ونعمل عليها سيرش، هيظهر لك على طول الجيمز. في عندي هنا اهو جاد اوف وور وجيمز تانية كانك بتعمل سيرش عادي على البلاي ستيشن، وطبعا الميزه دي ما كانتش موجوده. بس دلوقتي من اقوى الحاجات اللي نزلت انك انت الجيمز اللي عندك في اللايبراري بتاعتك تقدر تعمل لها ستريمينج، بمعنى ان الجيم الموجود عندك تقدر تعمل لها ستريم بدون ما يكون عندك بلاي ستيشن اساسا. يعني انت فقط تعمل بورشس للجيم بتاعتك وتكون بتدعم الريموت بلاي، وتقدر بعد كده تستخدمها بدون ما يكون عندك بلاي ستيشن اساسا. بس طبعا هتكون محتاج بلاي ستيشن بريميوم سبسكريبشن، والبلاي ستيشن بريميوم ده اعلى فئه من الفئات، في اللي هو البلس وفي اكسترا وفي بريميوم، والاشتراك الشهري تقريبا هيكلفك $18، وكمان لازم يكون عندك اكونت في الدول دي لانه لسه مش موجود في الشرق الاوسط لحد دلوقتي للاسف. بس انت تقدر تعمل كرييت لاكونت عادي امريكي مثلا زي ما انا عامل هنا، وهيشتغل معاك عادي. واكيد طبعا لازم يكون الانترنت عندك قوي كفايه بان هو يعمل ستريمينج. انت ممكن طبعا تستخدم الهوت سبوت بتاع موبايلك، ولكن الافضل ان انت تستخدم شبكه واي فاي. حاليا انا البلاي ستيشن بتاعي مطفي خالص. طيب دلوقتي الجيم دي شغاله عندي على الكلاود. على الكلاود يعني معناها ان انا مش مستخدم اي سورسز من البلاي ستيشن بتاعي، انا مستخدم بس الجهاز ده والانترنت اللي عليه. من الحاجات اللي اتطورت مع التحديث الجديد ان انت لو دوست على بلاي ستيشن هوم بutton هيظهر لك القائمه دي. القائمة دي ما كانتش موجودة قبل كده، وكان لازم تعمل سوايب من السكرين نفسها. دلوقتي تقدر تقفل الجيم على طول من هنا، وكمان تقدر تحدد الريزولوشن نفسه بتاع الجيم. لو الانترنت بتاعك مش قوي كفاية ممكن تقلله ل 720p. ولكن من اهم الحاجات الموجودة دلوقتي هي الترابل شوت. الترابل شوت دي هتقدر ان انت تعمل شو للمتركس الموجودة، وتقدر تشوف الشبكة بتاعتك والسرعة بتاعت الانترنت بتاعك. انا هنا شابك على الانترنت بتاعي الواي فاي، واقدر اشوف الفريكونسي هل هو 5G ولا 4G، واقدر اشوف القوه بتاعه الارسال نفسه. هنا عندي سترونج، وكمان الداون ستريمينج والاب ستريمينج، ولو في ليتنسي بيجيب لك الليتنسي هنا، عشان كمان في ناس كتير قوي بتقدر ان هي تكونكت وتقدر يكون عندها البلاي ستيشن بريميوم وانترنت كويس، ولكن الجيم ما بتشتغلش معاها بشكل كويس. فمن هنا هتقدر تشوف كل حاجه عن الكونكشن بتاعك وتتاكد هل هو قوي ولا ضعيف، وتقدر تقفل الجيم خالص. ولما تقفلها بتقفل بشكل سريع جدا، لانه طبعا ما بيستهلكش اي حاجه من الريسورسز الموجوده على الجهاز، لان الجهاز اصلا ما بيعملش حاجه، هو كل اللي بيعمله ان هو بيستريم على الكلاود. طيب بالنسبه للجيم ليست نفسها، الجيم ليست دلوقتي بقى موجود فيها اكتر من 2800 جيم. لو انت دخلت هنا وجيت تشوف الليسته بتاعه الجيمز هتلاقي القوائم بتاعه الجيم كلها الموجوده على البلاي ستيشن بورتال. لو جيت هنا مثلا تعمل سيرش على جوست هتلاقي هنا جوست اوف يوتي ظهرت لك، وجوست اوف شيما، وكل الجيمز التانية اللي فيها نفس الاسم. فانت تقدر تتاكد من الجيم اللي انت بتلعبها موجوده في الليسته ولا لا، ولو لقيتها هنا في الليسته دي هتقدر كمان تستخدمها على البلاي ستيشن بورتال. بس انت مش محتاج تروح تعمل سيرش على مكان تاني، لانك دلوقتي تقدر تروح تعمل سيرش هنا من البلاي ستيشن بورتال نفسه، وكمان هتلاقي كل الجيمز اللي بتبدا بجوست. لو جيت تشغل جوست اوف يوتي
وتعمل لها ستريم. خلينا نشوف معاكم هتاخد قد ايه وقت عشان يبتدي الجيم نفسها. طبعا ده كلاود ستريمينج فقط، هي الجيم ايوه عندي على الجهاز بتاعي ولكن ده كلاود ستريمينج. فدلوقتي بعمل preparing your game، وبعد كده هيجيب لك game starting soon، وبعد كده المفروض في اي وقت دلوقتي هتفتح الجيم. اوكي، طبعا انا عامل سينك او مزامنه ما بين الجيم هنا والبلاي ستيشن بتاعي، ولكن الجيم شغاله على 1080 بي وشغاله بشكل ممتاز جدا بدون اي لاج خالص. طبعا اكيد الجيم مش هتشتغل بنفس الجوده الموجوده على البلاي ستيشن بتاعك، ولكن ان انت تلعب جيم زي كده على حاجه بورتابل دي طبعا حاجة ممتازة، بالأخص بالجرافيكس دي. لما ترجع تاني للمنيو نفسها هتلاقي هنا موجود الستريمينج جيمز ان يور لايبراري، ودي لما تدخل عليها بتوريك كل الجيمز الموجودة في المكتبة بتاعتك الموجودة اوريدي عندك، واللي بتسمح بالريموت بلاي. وطبعا حتى لو انت جيت عملت تيرن اوف للسبسكريبشن او ما جددتش اشتراكك معاه وجيت ترجع تاني للجيمز هتلاقيها كمان موجودة هنا، وكمان الكلاود سيفز حتى هتلاقيها موجودة في نفس المكان اللي انت كنت فيه. فدي كل الجيمز اللي انا استخدمتها على البلاي ستيشن عموما على الاكونت ده طبعا. وكالعاده تقدر تدخل على الجيم على طول وتعمل لها ستريم وهتشتغل معاك على طول. بس في حاجة دلوقتي لازم تكون عارفها، أنا دلوقتي مشغل الجيم دي عندي على أكونت على نفس البلاي ستيشن، ومشغل الكلاود ستريمينج هنا في نفس الوقت ولكن على أكونت تاني. أنت ما تنفعش تشغل البلاي ستيشن بتاعك على نفس الأكونت اللي أنت بتعمل عليه ستريمينج، لازم يكونوا الاتنين أكونتس مختلفة. فهنا أنا مشغل سايبر بانك 2077 عن طريق الكلاود ستريمينج، وهنا أنا مشغل سبايدر مان على البلاي ستيشن عندي. فالمفروض ان اتنين يقدروا يستخدموا البلاي ستيشن في نفس الوقت، بس طبعا زي ما قلت لك باتنين اكونت مختلفين. انت كمان حتى تقدر تعمل ستريم لاونلاين جيمز زي فورتنايت، وفورتنايت هتلاقيها موجوده طبعا فور فري على البلاي ستيشن ستور، وتقدر تشغلها كمان بدون بلاي ستيشن على البلاي ستيشن بورتال. فانت هتقدر تلعبها هنا كويس، ولكن انا طبعا افضل في الجيمز اللي هي اونلاين دي تلعبها على البلاي ستيشن نفسه عشان ما تلاحظش اي لاج. ولكن زي ما انتم شايفين كده انا شايف ان الجيم شغاله بشكل ممتاز كمان. طبعا اكيد البلاي ستيشن بورتال جهاز قوي جدا، ولكن هو فقط للستريمينج، مش هيكون زي اجهزه الهاند هيلد هنا زي الاكس بوكس الاي او الستيم ديك طبعا، لانك انت هنا تقدر تستخدمه حتى اوفلاين، ولكن هنا لازم تكون انت اونلاين دايما. فاكيد مفيش مقارنه ما بينه وما بين الاجهزه دي، زائد كمان سعر رخيص $200 قدام طبعا سعر الاجهزه المحموله دي، ولكن في نفس الوقت لسه بيقدم تجربه مميزه جدا مفيش اي جهاز تاني بيقدر يقدمها. خلينا نعرف في الكومنت ايه رايك في الابديت، ولو عندك اي استفسار سيبهولي وانا هرد عليه. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير مع حد ممكن يستفيد بالفيديو ده. شكرا جدا على المتابعه واشوفكم في فيديو جديد.